السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا نشوف مع بعض النهاردة كده تيبس كويسة تساعدنا في شغلنا. دايما ساعات كتير بنتسأل عليها يعني. هي حتة ري اوردرنج رول. احنا عايزين نخلي السيستم مش مجرد ان هو لما حط له مينيمم وماكسيمم يروح ينشئ امر شراء من نفسه. عندي 2000 منتج، عندي عدد كبير من المنتجات، هلاقي ان السيستم بينشئ لي كل يوم برشيز اوردر بعدد كبير جدا، او بيجمع لي المنتجات على حسب المورد في برشيز اوردر واحد عدد كبير جدا. طيب انا عايز السيستم يديني الارم كده، او زي تنبيه انه خلي بالك ان المنتجات دي نزلت على حد ادنى معين، حسب طبعا كل منتج، وبناء عليه انا ابقى عارف هل ايه اللي انا محتاج اشتريه حاليا. طيب، زي ما احنا عارفين وشفنا الري اوردرنج رول على مستوى المنتج، لما باجي ادخل على المنتجات هنا اقول مثلا عندي المنتج ده، واجي اقول ان انا مثلا عندي اون هاند على سبيل المثال 10. تمام، واعمل هنا سيف واروح على الري اوردرنج رول الخاص بالمنتج ده. تمام، واحط المينيمم والماكسيمم بتاعة المنتج، اقول مثلا المينيمم بتاعه 30 والماكسيمم بتاعه مثلا 60. تمام، هيقول لي ان انت ما تو اوردر المفروض تطلب 50، اللي هو الفرق ما بين ال 60 وال 10. تمام. طيب، لو انا رحت عملت ران سكيدول، طبعا لازم اكون حاطط على الاول على شاشة المنتج المورد على الاقل مورد واحد من الموردين اللي عندي، عشان ابقى قادر اعمل الران سكيدول بتاعي، سواء مانيوال او ان انا اطلبها تو اوردر على طول او وانس اوردر يعني. ف اوتوماتيك السيستم بيعمل لي امر شراء على السيستم، يجي لي من او بي رقم واحد، وبعرف السورس بتاعها جاي منين. تمام. طيب، انا مش عاوز السيستم ينشئ لي امر شراء اوتوماتيك، انا عاوز السيستم يعرفني ايه اللي انا محتاج اطلبه، ايه اللي انا محتاج اشتريه. فاحنا كده هنستخدم ورك اراوند كده بسيط بالاستوديو علشان نشوف التفاصيل بتاعتنا. اول حاجه هاجي افتح كده هنا الاستوديو، تقريبا هو اصلا مش نازل، خلينا ننزله بالمره. تمام، فاحنا بننزله معانا كده، بيظهر معانا الايه علامة المفتاح بتاعة الاستوديو زي ما احنا عارفين. هنروح على شاشة المخازن، ونروح على المنتج بتاعنا. تمام، ونقول ان انا المنتج ده هاجي هنا اعمل منه دوبليكيت، واقول ده مثلا بوكس كيبل 10 اي حاجة، وهفتح الاستوديو عندي، واقول ان انا عاوز اضيف، فيلد من نوع ديسمل او فلوت. تمام، واسميه مثلا مينيمم كوانتيتي. تمام، وبعد كده هنشئ فيلد تاني. تمام، من نوع شيك بوكس. تمام، حطه هنا، اقول ده مثلا على سبيل المثال نيد كوانتيتي. تمام. طيب هعمل بقى بعد كده اوتوميتد اكشن، بانه يشوف كميه الاون هاند، لو هي اقل من المينيمم كوانتيتي يعمل لي ابديت على الفيلد دوت اوتوماتيك بان هو ترو. تمام، يعني مثلا انا قلت ان ده عندي منه اقل كميه 20، وانا عندي هنا في الاون هاند مثلا كميه اكبر او اقل، ياكد لي التفاصيل بتاعه المنتج ده انا محتاج اشتريه ولا لا، او محتاج ان انا منه كميه ولا لا. تمام. بعد كده هروح على الاوتوميتد،
automation rules. تمام. وهنشئ رول جديدة، بقول مثلا need quantity. all ده هيبقى على موديل الستوك كوانت. تمام. ليه على ستوك كوانت؟ هنشوف دلوقتي مع بعض، عشان احنا عندنا التريجر هنا اللي هو اون سيف. تمام. والفيلد بتاع الاون هاند كوانتيتي بيت ابديتد بناء على فيلد الكوانتس، تمام، وليس على فيلد الموجود في شاشة المنتج. يعني لو قلت على اون سيف على الموديل بتاع البرودكت، هيحتاج ان انا ابديت حاجة في شاشة المنتج، فبالتالي مش هيابديت الفيلد، فانا لازم احط التفاصيل دي هنا بالشكل ده. وهسيف واجي هنا اعمل اكسكيوت كود، واحط الكود بتاعي اللي انا عملته خاص بالجزئية دي. تمام. حطيت الكود البسيط دوت. طبعا ممكن تخلي شات جي بي تي لو انت مش اقوى حاجة في الكودينج، تتكلم معاه، تتواصل وتوصل معاه لايه الحل في الكود بتاعك، ان انت محتاج تعمل ايه بالظبط. هتقول له سيف اند كلوز، وبناء عليه تعمل كده سيف هنا. تمام. وتروح تشوف المنتج، التفاصيل بتاعته آم، تمشي بشكل عامل ازاي لما ابديت الاون هاند بتاع المنتج. رحت كده هنا على شاشة المنتج، وجيت على المنتج ده، أنا عندي منه اون هاند 50 و20، والنيدي كوانتيتي هنا بفولس. أنا هقلل الكمية لمثلا 15، وأقول سيف، وآجي هنا ألاقي إن الفيلد بتاع النيدي كوانتيتي بقى بترو، وده كده معناه إن أنا محتاج الكمية من المنتج دوت. طيب، انا ممكن اعمل بقى الريمايندر. هعمل ريمايندر ازاي؟ هرجع تاني هنا على اوتوميتد اكشن، واقول انشئ لي بيلد جديد، واقول مثلا هنا ريمايندر. تمام. يو كوانتيتي، وعلى موديل بقى الايه البرودكت. تمام. واقول له تريجر اون سيف برضو. تمام. واقول له الدومين بتاعي هيكون على الفيلد اللي انا لسه انشأته دلوقتي، اللي هو need quantity. واقول له is not set، اللي هو مش بيساوي true، اعمل لي الايه الاكشن دوت. بعد كده هاجي هنا اقول ادي المنتج بتاعي، خلينا نحط الاون هاند هنا 60 مثلا، نسيف كده. تمام. انا عندي هنا 60 وهنا 20، والنيد كوانتيتي بقت فولس. اول ما اجي ارجع مثلا اخلي دي 12 مثلا، بقى اقل من المينيمم، هاجي هنا الاقي ان المنتج بتاعي needed quantity updated، بس الاكتيفيتي طبعا احنا ما عملناش اكشن، يعني احنا هنا حطينا الرولز بس ما عملناش الاكشن. تعال نحط الايه الاكشن، ونقول له ده create activity، وعندك هنا to do على specific user معين، نقول يوزر لطفي ربيع، ونعمل هنا سيف، ونروح نرفرش عندنا في البيج التانية، ونجرب نفس الحاجة عشان نتأكد إن إحنا ماشيين تمام. أحط هنا on hand مثلا 50 40، أي رقم أعلى من التفاصيل دي. تمام. هنا بقى عندي أعلى ده مش بترو. هاجي هنا أنزله تاني مثلا، خليه ب14، وسيف، وأرجع تاني ألاقي في عندي نوتيفيكيشن بتاعة الأكتيفيتي جات لي هنا في الساعة على المنتج ده، إن أنا أحتاج كمية من المنتج ده. طبعا أقدر أكتب بقى في الأكشن بتاعي إيه اللي هو to do كسامري، الحاجات الخاصة مثلا need purchase from this product، أي specific تايتل للأكتيفيتي، بحيث إن هو تنبأ التفاصيل دي. طبعا في الحالة دي كده أنا عرفت التفاصيل بتاعة إيه المنتجات اللي أنا محتاجها. طيب أنا لو جيت حطيت دوت في الليست فيو عندي، قلت هات لي كده من الكاستم فيو، هات الفيلد بتاع النيدي كوانتيتي. طبعا انا حطيته في الفورم جوه، في الفورم فيو هيظهر معايا في الليست فيو. هشيله من هنا واحطه كده هنا فين
في الحتة دي أبقى عارف من خلاله إيه التفاصيل. ممكن أجي طبعا أعمل هنا كاستم فلتر وأقول له هات لي على need quantity is set، وأد هيجيب لي فقط المنتجات اللي أنا محتاجها، وأقدر أروح أعمل بيها أمر شراء أوتوماتيك من المشتريات بالمنتجات اللي أنا محتاجها. طبعا اقدر احط فلتر على الفلاتر اللي عندي، بحيث ان انا بدل ما انا اعمل كاستم فلتر مباشر، لا هو يجيب لي كل التفاصيل مباشرة. انا لو جيت هنا قلت له هات لي اعمل لي فلتر، قلت له الفلتر ده هنا سميه لي مثلا need quantity، والنيدي كوانتيتي دي هتبقى فيها رولز ان فيلد بتاع need quantity. تمام. يبقى الست واقول confirm. جيت في أي وقت من الأوقات حبيت أخش على شاشة المنتجات وأجيب الفلتر بتاع نيدي كوانتيتي، هيجيب لي المنتجات اللي أنا محتاج أشتريها اللي أوريدي فيها النيدي كوانتيتي بترو. ولو رحت برضو على مديول المشتريات وجيت هنا كده أنشأت أمر شراء جديد، وفتحت الكتالوج، حطيت طبعا المورد اللي أنا بشتري منه، وفتحت الكتالوج، هلاقي إن أنا أقدر أستخدم الفلتر بتاعي. ممكن برضو أظهر الفلتر هنا في الشاشة دي، أو إن أنا أعمل الكاستم فلتر بتاعي، أقول الست وأجيب المنتجات اللي أنا أوريدي محتاج أشتري منها، وبعرف هنا الأون هاند قد إيه، التفاصيل بتاعتها قد إيه. آم، ده كده اللي هو إيه، إزاي إحنا قدرنا نستفاد من إيه المنتجات اللي أنا محتاج أشتريها، والمينيمم بتاعها قد إيه، وازاي ان انا لو عايز احط فيلد تاني اسمه ماكسيمم برضو كوانتيتي، واخليه يحسب نفس الحسبه بتاعه الريوردرنج رول، عشان ابقى انا عارف ايه الفرق ما يعني الكميه اللي محتاج اشتريها قد ايه، واظهرها على البرشيز اوردر لاين، او في المشتريات يعني على مستوى المنتج، بحيث ان ابقى انا عارف انا محتاج من المنتج ده كميه قد ايه. وده ممكن نشوفه في الفيديو الجاي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا في تيبس وتريكس كده جديدة إن شاء الله تكون مفيدة ليكم ومفيدة للبيزنس بتاعنا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.